السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل البراونيز، ودي الوصفة الرابعة في الكورس المجاني. عملنا معاكم قبل كده سبونج بيتي والكريمة وكمان فج اقتصادي. الوصفة النهاردة سهلة وبسيطة، محتاجة بس تكنيك نمشي عليه مظبوط هنطلع احلى من الكافيهات. استخدمنا هنا 200 جرام شوكولاتة، انا استخدمت خام سادة، انتي ممكن تستخدمي بحليب عادي. 200 دي اللي هو الباكو اللي في السوبر ماركت، علشان اللي ما عندهمش ميزان. حطينا عليهم نص كوباية زبدة وسيحناهم على النار. اول ما بردوا ضربنا 3 بيضات معاهم نص كوباية سكر ابيض اللي هو السكر العادي بتاعنا، ومعاهم نص كوباية مضغوطة سكر بني. لو مفيش سكر بني ممكن تحطي سكر ابيض ومعلقة عسل اسود، ممكن تستغنى برضو عن معلقة العسل الاسود. ضربناهم حلو، اللي هو امتزاج بس، مش ندخل هواء او كده. ممكن نحط سنة فانيليا او سنة نسكافيه. نقلبهم كويس، ننزل عليهم بالخليط اللي قبل كده، الزبدة والشوكولاتة، ونديهم تقليبة. الشغل بتاعنا كله هيبقى بسباتيولا، مش هنستخدم خالص مضرب بيض. كنت نخلة الدقيق، كوباية دقيق وعليها 25 جرام كاكاو اللي هو معلقة ونص. ده كاكاو خام اسباني غير محلى، ما فيهوش سكر خالص، ما ينفعش نهائي كاكاو المشروبات، هيطلعها مسكرة وهيبقى طعمها وشكلها مش حلو، مش هتدي التكسيرات اللي من فوق او الكشكشه اللي من فوق البراونيز. قلبنا تقليبه بسيطه اللي هو بس اتاكد ان الكاكاو والدقيق امتزجوا. هنرش رشه ملح صغيره، دي لمعادله طعم السكر مش اكتر. قلبناهم كويس. هنجيب صينية مقاسها 25 في 25 او صينية مقاسها 20 في 30. هنبطنها بورق زبدة جوانب وارضية، ندهن ورق الزبدة حلو بزبدة او زيت، نحط فيها الخليط بتاعنا. هنكون مقطعين شوكولاتة، انا هنا استخدمت شوكولاتة خام. ممكن تستخدمي بحليب، ممكن تستخدمي الشوكولات العادية اللي هو جالاكسي، ميلكي، اي نوع شوكولاتة انتي حباه. ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي اوريو، ممكن تحطي اي نوع من فوق اللي انتي حباه. بس اهم حاجة ما يزيدش عن 150 جرام، علشان ما يخليش البراونيز طري من جوه او بيلوك جامد معاكي. هتدخل فرن 180 لمدة من 25 ل 30. 25 دي يبقى فادجي، 30 يبقى مقرمش، على حسب انتي حابه ايه. بيطلع يستني عليه يبرد خالص خالص. الشوكولاته قطعيها قطع كويسه، يعني هي مش بيجرى حاجه، بتفضل موجوده معاكي لغايه الاخر. يطلع يبرد تماما، تشيليه ورق الزبده منه وتقطعيه. عايزه تزوقي من فوق بنوتيلا او بمربى حليب، بيستاشيو، كل التزيينات اللي انتي نفسك فيها اعمليها عادي. الوصفة بسيطة، محتاجة بس تمشي على التكنيك اللي انا قلته مظبوط. ممكن تحطي شوكليت شيبس لو مش متوفر عندك قطع شوكولاتة، بس هاتي الشوكليت شيبس من مستلزمات مش من العطارة، عشان ما تبقاش شم ريحة اي حاجة، تبقى نظيفة وما فيهاش ريحة تبوظ عندنا البراونيز. كده البراونيز بتاعنا خلص. هستنى تطبيقاتكم. احنا وهستنى تطبيقات الحلقات اللي فاتت اللي انتوا ما شفتوهاش. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هتمنى تكون الوصفه سهله وبسيطه وتنفع ست البيت. المكونات مش محتاجه ميزان، انا قلتها وهكتبها لكم برضو تحت. وانتي بتحطي الشوكليت ما تدوسيش عليها قوي لتحت عشان ما تتحرقش من تحت، سيبيها على الوش، هي هتنزل لما البراونيز يرتفع. البراونيز مش كيك بيرتفع قوي، يعني مش هتلاقيها زي الكيكه كده رفعت لفوق، لا، هو هيفضل نفس الحجم، ممكن يرتفع سنه بسيطه وممكن يهبطها تاني لما يطلع من الفرن. اهم حاجه ما ياخدش اقل من 25 دقيقه عشان ما يطلعش معجن، ما يتقطعش تماما وهو لسه دافي. دي شكلها بالمكسرات والشوكليت، والقطعه الكبيره دي ساده ومتقطع مني للحفلات بقى وكده. الوصفه سهله وبسيطه، يا رب تجربوها. ما تنسوش لو انتوا وصلتوا للجزئيه دي في الفيديو تعملوا لايك وشير. باي باي.